على كورنيش المدينة. هصور النهاردة نعمل لكم حلقة عن كورنيش المدينة. أنا صورت المدينة كلها بالتفصيل، سواء الإسكان الاجتماعي، سواء مشروع جنة، سواء سكن مصر، سواء منطقة الفيلات. صورت المدينة كلها، لفتها كلها شبر شبر بصراحة. المدينة حاجة جميلة وحاجة تحفة بصراحة وحاجة تفرح. المدينة فيها مدرستين لغات رسمية حكومية، على فكرة فيها مدرستين اتنين، والمدرستين الحمد لله انتهوا بالكامل. في جامعة المنصورة الجديدة، في محطة كهرباء، في منطقة خدمات في كل منطقة. يعني كل مجاورة فيها منطقة خدمات، سواء تجارية سواء مسجد. يعني في تقريبا في 7 أسواق موجودين في المدينة، بصيدليات، بأفران عيش، بكل حاجة موجودة، خدمات متكاملة. زي ما انتم شايفين كده الممشى السياحي أو الكورنيش الخاص بالمدينة عامل ازاي، حاجة تحفة بصراحة. في ممشى، في كافتريات، في حمامات. الشط بتاع المدينة شط رملي. طبعا مدينة المنصورة الجديدة هي بتتوسط المسافة بين 3 محافظات في شمال الدلتا، محافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط. المسافة هي بتتوسط المسافة بينهم. طبعا المحافظات دي ملهاش ظهير صحراوي، فكان لابد ان هي يتعمل مدينة في شمال الدلتا. المدينة دي تستوعب السكان طول السنة، مش على قد منطقة مدينة ساحلية أو مدينة سياحية، لا، هي مدينة تستوعب السكان طول السنة، زي مدينة العلمين الجديدة كده زي ما بيعملوها. عاملين فيها كل الخدمات بصراحة. أنا شفت محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بين مدينة المنصورة الجديدة وبين مدينة جمصة أو بين 15 مايو، محطة شغالة. في محطة محطة توليد كهرباء بالطاقة الغازية، بالغاز الطبيعي، موجودة برضو حاليا. في جامعة المنصورة الجديدة، حاجة برضو تفرح وحاجة تشرف كده، حاجة جميلة. عملوا مبنى يعني المرحلة الأولى، تعتبر المرحلة الأولى دي كلها مساحتها 2000 فدان، تعتبر خلصت وانتهت. ناقص بس شوية حاجات، وإن شاء الله يبدأوا يسلموا في الوحدات بتاعتها. طبعا منطقة الفيلات تابعة لشركة سي تي ايدج، هي اللي بتبيع فيها حاليا. زي شركة سي تي ايدج دي اللي واخدة كومباوند المقصد في العاصمة الإدارية، وهي اللي واخدة كومباوند باروك. وهي برضو اللي واخدة منطقة زاهية التابعة لشركة سي تي ايدج، برضو هي اللي بتسوق ليها. فحاجة جميلة جدا برضو. الفيلات حاجة راقية جدا. الإسكان الاجتماعي والله العظيم تحفة يا جماعة. هعمل لكم فيديو مخصوص عن الإسكان الاجتماعي وصورته لكم، هتشوفوه ان شاء الله. حاجة يعني النمط بتاع الإسكان الاجتماعي مختلف تماما عن الإسكان الاجتماعي اللي احنا شفناه في المدن كلها. حاجة تحفة بصراحة، مدينة جميلة. المدينة كلها مساحتها 7200 فدان، يعني مدينة صغيرة تعتبر قد مدينتي كده، في نفس حجم مدينتي، مش مدينة كبيرة خالص، لا، هي مدينة صغيرة 7200 فدان، قد مدينتي، تعتبر مساحتها 8000 فدان. طبعا الشط زي ما قدامكم، زي ما حضراتكم شايفينه كده، رملة صفراء، يعني حاجة نظيفة. انا نفسي بقى الناس اللي تسكن هناك تبقى ناس، نغير سلوكنا يا جماعة. يعني الناس اللي تبقى ساكنة هناك، الناس كلها تغير سلوكها. انا نفسي المدن تفضل بنظافتها وحالتها اللي احنا شايفينها كده. ده شاطئ رملي زي ما انتم شايفين كده، رمله صفرة خالص، رمله نظيفه. المكان نظيف جدا، السماء صافيه. بص، حاجه تفرح. الممشى فيه ممشى للناس، فيه مسار للعجل والدراجات، في كافتريات في الكورنيش، سواء تخدم المصطفين اللي هيبقوا على الشاطئ او يخدموا الناس اللي هيقعدوا. زي ما انتم شايفين كده، الاشجار دي النخل مزروع حوالين، عاملين حواليه اضاءه عشان بالليل بتنور. المكان تحفه والله العظيم، انا انبهرت فعلا لما شفت المكان. طبعا عاملين انترلوك في الممشى بالوان مختلفه زي ما انتم شايفين، عاملين رخام برضو في الممشى. كل حاجه معموله في المكان. زرع شكله جميل. نفسي بقى الناس اللي تيجي تهتم بالمكان اكتر، تحافظ على نظافه المكان. نفسنا نغير سلوكنا كلنا، احنا كشعب احنا محتاجين ان احنا فعلا كلنا نغير سلوكنا. ده الممشى زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه فيه جميله وتحفه. زي ما قلت لكم، الممشى اللي في المرحله الاولى طوله تقريبا 4000 متر. المدينه كلها واجهه ساحليه على البحر المتوسط بطول 15 كيلو. تقريبا يعتبر الممشى او الكورنيش يعتبر بنسبه 90% خلصان. يعني دلوقتي هنمشي دلوقتي على الطريق ونشوف الشكل عامل ازاي.
هصور لكم برضو الفيلات واحنا ماشيين كده، بس انا هعمل فيديو مخصوص للفيلات، فيديو لمنطقة جنة ومنطقة سكن مصر عشان الناس تتفرج عليهم، وفيديو للإسكان الاجتماعي إن شاء الله. كل ده هينزل تباعا كده، هرفعهم على القناة. دي منطقة الفيلات الكلاسيك. طبعا انتوا عارفين ان المنطقة الفيلات هنا في كلاسيك وفي مودرن. عاملين هنا زي دي كافتيريا برضه اهيت على الطريق، دي كافتيريا على الطريق. الاعمده برضو شكلها مختلف، في اعمده صغيره كده على الممشى جوه، شكلها جميل جدا برضو، شكلها تحفه. الممشى كله شكله جميل، ويستاهل ان احنا كمصريين نستاهل ان احنا نعيش في مستوى مش اقل من كده بصراحه. والمفروض ان احنا بقى نبدا نغير سلوكياتنا، نبدا نحافظ على نظافه المكان. دي كده كل دي منطقه الفيلات زي ما حضراتكم شايفين. انا برضو زي ما قلت لكم عامل فيديو للفيلات وهنزله ان شاء الله. دي زي ما قلت لكم دي كافيتريات كده على الطريق، في حمامات معموله، في كافيتريات معموله للشط، يعني كل حاجه معموله ومعمول حسابها في المكان هنا. ان شاء الله الناس اللي تسكن هنا تتبسط وتعيش حياه تليق بينا كمصريين، حياه كريمه يعني. كل دي منطقه فيلات على الشط، دي كلها في المرحله الاولى على فكره. كل دي المرحله الاولى. المرحله الاولى زي ما قلت لكم 2000 فدان، مساحه المدينه 7200 فدان. كل الفيلات دي بيسوى لها دلوقتي شركه سيتي ايدج، هي المنوط لي بيها المبيعات عندها دلوقتي. اي حد ممكن يخش على النت ويجيب رقم تليفوناتهم ويسال على اسعار ويشوف الدنيا عامله ازاي. بس انا سالت وعرفت ان تقريبا رينج الاسعار عامل 18000 جنيه في الفيلات هنا. طبعا هم طرحوا في طرحة عمل بالنسبة لسكن مصر والجنة. كانوا منزلين المتر تقريبا ب 8000 جنيه او 7800 في الحدود دي كده. المرحلة التانية هيبدأوا يطرحوها قريب خالص. طبعا الاسكان الاجتماعي لسه ما انطرحش. دي مدرسة انترناشونال هنا معمولة، دي بخلاف المدرستين اللي قلت لكم عليهم اللي هم المدارس الحكومية الموجودة في المكان. دي مدرسة انترناشونال، وعلى فكرة كانت شغالة السنة دي المدرسة دي كانت شغالة السنة دي. ده تكملة الكورنيش. طبعا المكان هنا لسه فيه شغل، فلذلك هتلاقوا فيه رمل على الطريق لسه ما خلصش زي المنطقة الشرقية اللي انا كنت موجود فيها من شوية. فده كله طول الكورنيش المنطقة. المرحلة الأولى زي ما قلت لكم بواجهة 4000 متر على البحر المتوسط. يا ريت تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ان شاء الله هنزل لكم بقيه الفيديوهات. ما تنساش تعملها لايك وسبسكرايب للقناه. اي حد محتاج يستفسر عن اي حاجه يراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه المهندسين الوطنيين العاصمه الاداريه الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.